السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. كما تشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نسالي الكيكه وقلت نشاركها معكم البنات. انا اي حاجه كنشاركها معكم. هنا البنات عندي 3 حبات ديال البيض وكاس ديال السنيده. هذا راه كاس ديال العلبه البنات كما تشوفوا. كنبقى نخلط البنات كما بعد كنبدا هكا كما تشوفوا. وهنا قبصه الملح كنبقى نخلط بحال هكا البنات كتذوب السنيده. كتبقى الحويدات ديالها كيبقاوش. وهنا البنات غادي نضيف الزيت كما تشوفوا. هنا البنات خماره ديال الحلوى. المغربيه ديال ديال الحليب، ولكن نبغي باش ما يبقاوش فيه هادو مكورين بحال هاد الحبيبات مكورين. وغادي نزيد خماره واحده اخرى. هاد الخمارات البنات كيوزنوا كل وحده 8 غرام، يعني 16 غرام البنات. كما تشوفوا غادي نخلط كنبقى نخلط وكنزيد في الدقيق. هانتوما البنات هنا كتبدا تقاد صافي، متبقاش نزيد في الدقيق. ندير واحد الصوره بحال لا. هانتوما البنات دابا هنايا ما غاديش نبقى نزيد دقيق، لان هذا واش القوام ديالها. شفتوا كيفاش كتبان؟ هنا البنات كما تشوفوا غادي نديرها في هذا المون هكا، ماشي داك الطير، المهم عندي هاد الطويله البنات كما تشوفوا. وكنهز بحال هكا وكنخوي باش تجيني مهويه من الداخل البنات كما تشوفوا. وهنا البنات كما تشوفوا بعد ما صيفت خويتي فيه هذا المول وشعلت الفران، يعني عافيه مهيله البنات. دخلت الفران هنا بعد ما طابت البنات دوبت الشوكولا وعمرتها بها. خديت الشوكولاط الابيض حتى هو دوبته وزوقت به بحال هذا الشكل هكا البنات. كيجي الشكل ديالها بحال ملفاي، يعني كتجي زوينه، واحد المذاق ديالها زوينه البنات كما تشوفوا. المهم انا ما عمرتهاش مع الجناب، عبرتها غير من الفوق كما تشوفوا البنات. هنا في الجناب ما عمرتهاش، غير خليتها غير هكاك واخا شي شويه، ماشي عمرتها بحال الفوق كما تشوفوا. وهنا الشكل ديالها كيفاش كيجي البنات، كتجي زوينه وخفيفه وتفاد المذاق ديالها لذيذه البنات، يعني واحد المذاق زوين، المذاق ديالها زوين. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي البنات، يعني خفيفه حتى في التقطيع ديالها راه كيفاش كتبان، يعني كتجي زوينه البنات. وهذا هو الشكل النهائي البنات، راه كتجي زوينه. وبسلامه عليكم.